اسمعني بهدوء وما تستعجلش تقفل الفيديو. الكلام ده ليك لو حاسس انك تايه او تعبان او مش قادر تكمل، لو بتصحى كل يوم وتجر نفسك جر ومش فاهم ايه اللي حصل لك، لو بتسأل نفسك هو انا ضعيف ولا المشكلة فيا ولا الحياة تقيلة زيادة. خليني اقولك الحقيقة ببساطة، انت مش ضعيف، انت مرهق، وفي فرق كبير قوي بين الاتنين. الضعف إحساس، إنما الإرهاق حالة. الإرهاق بيجي لما تدي أكتر من طاقتك لفترة طويلة من غير راحة ومن غير نتيجة واضحة ومن غير إحساس إنك بتتقدم. الإرهاق بيجي لما تحاول وتحاول وتحاول ومحدش يشوف ولا حتى أنت تشوف. يمكن تكون شغال شغل مش بتحبه، يمكن بتحاول تغير حياتك ومش عارف تبدأ منين، يمكن شايف الناس كلها بتسبقك وانت حاسس إنك ثابت مكانك. بس خليني أصحح لك فكرة مهمة، انت مش واقف، انت شايل حمل تقيل، والحمل ده مخليك مش قادر تتحرك. حمل مسؤوليات، حمل توقعات، حمل خوف، حمل مقارنة، وحمل كلام جوه دماغك مش ساكت. أغلب التعب مش في الجسد، أغلب التعب في الإحساس. إحساس إنك مش شايف نهاية، إحساس إنك مش عارف اللي بتعمله ده هيوديك فين. وده أخطر نوع تعب، لأنه بياكل الأمل واحدة واحدة من غير صوت ومن غير ما تحس. المشكلة إن محدش علمنا إزاي نتعب صح، علمونا نكتم ونشد ونكمل حتى وإحنا بنقع من جوانا. علمونا إن الراحة ضعف، وإن الوقوف فشل، وإن الشكوى عيب. فكبرنا بنجلد نفسنا كل ما نغلط وكل ما نتأخر وكل ما نتعب، مع إن الحقيقة مختلفة. الراحة مش ضعف والوقوف مش فشل. أحيانا الوقوف هو القرار الصح علشان ما تتكسرش. انت مش مطالب تكون قوي طول الوقت، ولا مطالب تكون نسخة مثالية، ولا مطالب تثبت حاجة لحد. جرب تكلم نفسك بهدوء مش بقسوة. قول لنفسك أنا تعبان بس لسه موجود ولسه بحاول ولسه مكمل على قد ما أقدر، وده كفاية دلوقتي. خليني أقولك حاجة تانية مهمة، أغلب الناس اللي انت شايفهم ناجحين مروا بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي، بس الفرق إنهم كملوا وهم تعبانين مش وهم متحمسين. الشغف بيروح والحماس بيختفي، لكن الالتزام هو اللي بيشيلك حتى وانت مش طايق. لو النهاردة مش قادر تعمل كل حاجة، اعمل حاجة واحدة بس، حتى لو صغيرة، حتى لو بسيطة. أي حركة أحسن من السكون. وما تقارنش نفسك بحد، اللي انت شايفه مش القصة كاملة. دي بص يا صديقي، خليني أقولك حاجة من غير لف ولا دوران. الإحساس إنك تايه، إنك مش عارف تبدأ منين، إنك حاسس إنك فاشل أو متأخر عن كل اللي حواليك، الإحساس ده مش ضعف. الإحساس ده علامة إنك واعي، علامة إنك صاحي، وعلامة إن جواك حاجة بتقولك إنت مش معمول للحياة دي بالشكل ده. في ناس كتير عايشة ومش حاسة بحاجة، بتصحى وتنام وتعدي الأيام، لكن أنت حاسس بالوجع، حاسس بالفراغ، حاسس إن في نسخة منك كان المفروض تطلع بس لسه محبوسة جواك. وأكتر حاجة بتتعب إنك تبقى لوحدك مع دماغك، كل يوم نفس الأسئلة: ليه أنا هنا؟ ليه غيري سبقني؟ ليه مهما بحاول بحس إني برجع لنقطة الصفر؟ خليني أطمنك، أنت مش لوحدك، واللي أنت فيه ده مرحلة مش نهاية. في لحظة معينة كل واحد فينا بيوصل لنقطة كده، نقطة التعب، نقطة إنك تقول أنا تعبت ومش قادر أكمل كده. بس خد بالك، النقطة دي خطيرة، يا إما تكسرك يا إما تصحيك. ومعظم الناس للأسف بتختار الهروب، تشتيت، موبايل، سوشيال ميديا، نوم زيادة، أكل، أي حاجة تسكت الصوت اللي جواهم. لكن الصوت ده مش هيسكت، لأنه صوتك الحقيقي. خليني أقولك سر بسيط محدش بيقوله بصراحة: التغيير الحقيقي مش بيجي فجأة، مش بيجي بحماس ولا بخطة مثالية. التغيير بيجي في يوم عادي، يوم ما فيهوش طاقة، يوم انت فيه تعبان، بس بتقرر تعمل حاجة صغيرة، حاجة صغيرة قوي، لدرجة ان عقلك يقولك يعني هو ده اللي هيغير حياتك؟ أيوة، هو ده. لأن حياتك ما اتبنتش في يوم ومش هتتغير في يوم، لكن كل عادة صغيرة بتعملها
يا بتقربك للنسخة الأقوى يا بترجعك خطوة لورا. خليني أسألك سؤال بس، جاوب عليه بينك وبين نفسك. انت عايش حياتك ولا سايبها تعدي؟ في فرق كبير بين إنك تصحى كل يوم وإنك تكون حاضر في يومك. أول خطوة حقيقية مش إنك تبقى شخص جديد، أول خطوة إنك تبطل تكذب على نفسك. اعترف إنك تعبان، اعترف إنك محتاج تغيير، اعترف إن في حاجات غلط، وده مش ضعف، ده شجاعة. بعد كده ابدأ بحتة صغيرة، روتين بسيط، عادة واحدة، مش 10، مش خطة معقدة، عادة واحدة بس. قوم بدري شوية، اقفل الموبايل ساعة، اكتب اللي في دماغك، امشي شوية، أي حاجة بس تكون بإيدك. وهتلاحظ حاجة غريبة، إحساس بسيط بالسيطرة، إحساس إنك رجعت تمسك الدركسيون. ومع الوقت العادات الصغيرة دي هتتراكم وهتبني ثقة، والثقة هتبني قوة. وهتعرف إن المشكلة ما كانتش فيك، المشكلة إنك كنت مستني تبقى جاهز. والحقيقة محدش بيبقى جاهز، انت بتبقى جاهز بعد ما تبدأ. وفي يوم من غير ما تحس هتبص وراك وتقول أنا اتغيرت، مش بقيت شخص تاني، لكن بقيت نفسك، بس أقوى وأهدى وأوضح. ولو لسه حاسس إن الطريق طويل فده طبيعي، المهم إنك ما تقفش. افتكر دايما، النسخة الأقوى منك مش في المستقبل البعيد، هي بتتكون في كل قرار صغير انت بتاخده النهاردة. وقبل ما تمشي خليني أقولك حاجة أخيرة، لو الكلام ده لمس جزء منك، لو حسيت إن في جملة اتقالت وكأنها معمولة ليك، سيب لي تعليق بكلمة واحدة بس، جاهز، علشان أعرف إنك قررت تبدأ حتى لو بخطوة صغيرة. ولو حابب تكمل الرحلة، رحلة بناء نفسك يوم بعد يوم، اشترك في قناة النسخة الأقوى، لأن اللي جاي مش مجرد فيديوهات، ده شغل على عقلك وعلى حياتك. وما تنساش تعمل إعجاب بالفيديو علشان يوصل الرسالة لناس يمكن محتاجة تسمع الكلام ده زيك بالظبط. أشوفك في الفيديو الجاي، وافتكر دايما النسخة الأقوى منك بتتكون النهاردة مش بكرة.